الصورة دي حصلت من بعدها كارثة. البنت اللي قدامك دي اسمها ايما، عندها 12 سنة من تكساس. اتعرفت بالصدفة على بنت تانية صاحبتها من خلال السوشيال ميديا، وهما الاتنين فضلوا يتكلموا مع بعض فترة لغاية ما بقوا اصحاب، لدرجة انهم تقريبا كده بقوا الوان، لان كانت في محادثات كتيرة ما بينهم مش كويسة. فالمهم بدون سبب كده قرروا هما الاتنين انهم يهربوا مع بعض، لكن كانت في مشكلة واحدة بس بتواجههم وهي اهلهم. فصاحبتها دي خططت لفكرة اقل ما قال عنها انها شيطانية، وهي انهم يتخلصوا من اهلهم وبعد كده هما الاتنين يهربوا مع بعض. وبالفعل حصل كده في اليوم اللي اخدت فيه الصورة دي ايما مع ابوها، واللي بالمناسبة كان شغال شرطي. بعد ما روحوا البيت اثناء ما كان بيتفرج على التلفزيون، اخدت المسدس بتاعه ومن غير ما ياخد باله اطلقت عليه رصاصه ووقع في الارض، وهي اخدت المسدس اللي كان في ايدها وجريت على المكان اللي كانت المفروض تقابل فيه البنت صاحبتها. لكن لما راحت هناك ما لقيتهاش، ومن التوتر والخوف من اللي عملته ده قررت انها تنهي حياتها بنفس المكان. الشرطه اتجهت عليها هي وابوها واخدوهم على المستشفى. ابوها بعد كام يوم قدر ان هو يتعافى، لكنها بعد يومين بالظبط ايما دي حياتها انتهت. والبنت اللي كانت بتكلمها دي الشرطه ما قدرتش انها توصل لها. فتفتكروا هل دي فعلا كانت بنت حقيقيه ولا مجرد شخص سايكوباتي كان بيضحك عليها علشان تعمل الفعل البشع ده؟ دوس هنا وشوف القصه دي هتعجبك.